بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم معايا مع طماطم. النهاردة هنعمل مع بعض البريوش الجميل ده، بريوش بالزبيب وكمان حبة البركة والسمسم الجميل. ايه رأيكم في شكله؟ جميل جدا، وكمان بقى عايزة اقول لكم طعمه تحفة، هايل جدا وهيعجبكم ان شاء الله. ينفع معانا خروجات ومدارس بقى، وكمان فطار خفيف وكمان عشاء خفيف، حاجة كده عمايل ايدينا في البيت جميلة جدا. شايفين من جوه كمان حبة البركة والسمسم والزبيب. يلا بينا بقى نبتدي، ولايكاية على السريع، ما تنسوش تشتركوا معايا في قناتي لو سمحتوا. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف مع بعض الخطوات والمقادير. اول حاجة معايا كوبايتين من المية الدافية، وباكت خميرة فورية او معلقة كبيرة خميرة فورية، 3 معالق من السكر، تمام كده. وبقلبهم بقى كويس مع بعض، وبسيبهم مدة 5 دقايق احضر فيهم مكوناتي، تكون الخميرة اتفعلت تمام كده. ابدأ بقى اضيف لها 2 بيضة، نص كوباية من الزيت، معلقة من الخل، ومعايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الملح. وبقلب كل المكونات دي كويس جدا مع بعض. تمام جدا. هبتدي بقى اضيف كيلو من الدقيق او 6 اكواب بالظبط من الدقيق، واقلب بقى كله مع بعضه. وهدهن وشها كده بالزيت علشان ما تنشفش مني. ونظرا بقى لطلبات الجمهور، انا ضاعفت الكمية وعملت 2 كيلو من الدقيق، وضاعفت كل المقادير. ابتدي بقى اكور كل العجينة زي الليمونة الكبيرة او البرتقانة الصغيرة، وتكون كل الكور دي تقريبا قد بعضها. خلاص كورت كل الكمية زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هبتدي بقى اخد واحدة وافردها مستطيل، وهبتدي احط فيها من جوه السمسم، والف عليها بالعجينة كده. بس كده انا كده غطيت كل السمسم. ابتدي بقى افردها واحدة واحدة بصوابع ايدي. انا هنا حاطة نقطة زيت على الكاونتر بتاعي علشان ابتدي اتعامل معاها من غير ما تلزق مني. تمام كده، دي اول واحدة. تاني كورة بقى نفس النظام، بفردها كمان كده على الكاونتر بالطريقة دي، شكل المستطيل. المرة دي هحشيها زبيب والف عليها العجين، وافردها بقى بصوابع ايدي. دي كده تاني واحدة، بركنها بقى على جنب، وابتدي افرد في التالتة. هبسطها كده، والمرة دي هحشيها حبة البركة، يعني ننوع شوية. الحشوة بقى دي اختيارية، تقدري كمان تحشيها مكسرات. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنوصلهم كده من الطرف التلاتة مع بعض، تمام، وهنلزقهم كويس ونبتدي ندفر بسم الله. طبعا كلنا عارفين ازاي ندفر. التلاتة هنشبكهم جوه بعض وهندخلهم جوه بعض، اللي على الطرف تدخل لجوه، كل واحدة على الطرف بتدخل لجوه. تمام كده، احلى ضفيرة موجودة معايا. هنوصلهم بقى بالطرف التاني، ونحاول ندخل الطرف جوه الضفيرة بالشكل ده. مرة تانية هنفرد العجينة ونبتدي نحشيها الحشوة اللي احنا عايزينها، ونلفها ونخبيها ونداريها جوه العجينة.
وابتدي بقى افردها كده بصوابع الايد مش بكفة الايد. تاني واحدة هفردها تاني واحشيها المرة دي بالسمسم. هنوع واشكل زي ما انا عايزة، وياريت نشوف الحاجة اللي الولاد بيحبوها ونحشيها بيها، هتعجبهم جدا. ده تالت طرف معايا بفرده وبحشي فيه الحشوة والفها جوه العجين واقفل عليها كويس وافردها كمان بصوابع ايدي. وابتدي اوصلهم من طرف واحد، هلزقهم مع بعض بالطريقة دي. تمام. وابتدي بقى ادخلهم جوه بعض، كل واحدة موجودة في ناحية هدخلها جوه، كل واحدة في الناحية التانية بندخلها جوه، واحدة المرة دي من ناحيتي وواحدة المرة دي من ناحيتي لغاية ما تتكون معانا الضفيرة. كده تمام. هبتدي بقى ادخل الطرف الاولاني جوه الطرف التاني، واحاول ان انا اخلي شكلها يكون كويس وادخلها جوه الضفيرة. ودي تاني واحدة معايا شكلها جميل جدا. خلصت كل الكمية وعملت لي 2 صينية بالشكل ده وبالعدد ده. دي اول صينية معايا خلاص خمرت، سبتها ترتاح كمان نص ساعة بعد التشكيل. دلوقتي معايا بيضاية على معلقة من الخل وهدهن الوش علشان يديني اللون الذهبي الجميل. دلوقتي هعمل ايه؟ معايا الزبيب، هبتدي اوزعه على شكل الضفيرة. احاول اني اخلي شكله حلو وانا بزينه بالزبيب علشان يكون شكل وطعم كمان. ممكن كمان اضيف عليه مكسرات من فوق لو انا حابة او انا عايزة، براحتنا خالص. وكمان شوية سمسم على حبة البركة. ايه رأيكم؟ شكله جميل جدا، وبعد التسوية كمان اجمل واجمل. درجة حرارة 180، وياريت يكون الرف اللي في النص ما نشغلش الشواية خالص، هنظبط وبعد كده هنشغل الشواية علشان ياخد لون محترم زي ما انتوا شايفين كده. يعني هنظبط فرننا ونظبط تسويتنا. التسوية المظبوطة هنراقب حاجتنا جوه الفرن ونشوف هي محتاجة تسوية ايه بالظبط. تمام كده. شايفين بقى من جوه ما شاء الله حبة البركة والسمسم والزبيب متوزعين جوه، وجميل جدا شكل وطعم ولون. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب لو سمحتوا. شكرا لكم جدا والسلام عليكم.